فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع المشيب. هذا هو لسان حال الحاج محمد عوض الخضر ابن مديرية جردان، الذي أفنى حياته في حب الرياضة، قرس في قلبه حب اسم الاتحاد مؤسسا ومشجعا، بل كان له الشرف تسمية نادي مديريته باسم الاتحاد كنوع من رد الجميل لأحد الأندية العريقة التي كان يعمل فيها في سبعينيات القرن الماضي. اتحاد جردان ما سميناه إلا باتحاد جدة. اتحاد جدة أنا كنت مشجع نادي اتحاد جدة وسميت هذا اتحاد جردان، ومشينا معهم كثير وجبنا الرابع على المحافظة في سيئون. خدمت عندهم في المقر حقهم أيام السبعينات 10 سنين حراسة. لم يتخلف الحاج محمد عن حضور أي مباراة لعشقه الأول برغم من كبر سنه، إلا أنه حاضرا متابعا مراقبا لأدق تفاصيل المباراة. عميد المشجعين كما يطلق عليه لم يكن عاشقا وحيدا للاتحاد، بل إن هناك الآلاف من أبناء جردان يعشقون هذا النادي بعد إن أجبرهم على حبه ومؤازرته حيثما وطأت قدماه على أي أرض وتحت أي سماء. تجاوز عمره 100 عام، وهو غادر البلاد إلى السعودية وعمره في حدود 20 سنة، وقضى في السعودية أكثر من 50 سنة، وكان يتابع اتحاد جدة دائما وهو معه مشجع كبير، وله صولات وجولات هناك. وعندما عاد للبلاد وبدينا في تأسيس اتحاد جردان، هو من مؤسسين النادي، واقترحوا حول الأسماء وقال لهم اقترح أن يكون اتحاد جردان باسم اتحاد جدة. فهو مشجع كبير وهو عميد المشجعين في محافظة شبوة الآن، ونرجو من السلطات في محافظة شبوة وفي مديرية جردان الاهتمام بهذا الشخص. حضور الحاج محمد إلى الملاعب الرياضية وقطعه مئات الكيلومترات لم يأتي من فراغ، بل جاء لشيء سكن قلبه. لم يكن التقدم في العمر عائقا أمام هذا الحاج. هذه الهام الرياضية، عاشق اتحاد جردان من مؤازرة فريقه في كل المباريات. ملعب الخليفي لم يكن الملعب الوحيد الذي يؤازر فيه الحاج فريقه اتحاد جردان، بل وصل إلى ما هو أبعد من هذا المكان. عبد القادر العنقري لقناة عدن المستقلة، محافظة شبوة.